سلام البنات، نهار جديد، فيديو جديد. شارك معكم اليوم ان شاء الله ميني كيك او كاب كيك بالمكسرات بواحد المكونين كيعطيه ما شاء الله مذاق مميز. كيف ما كتشوفوا كيجي اسفنجي ما شاء الله، حقا يستحق التجربة. تابعوا معي الى الاخير وفرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة فاطمة عروسي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم ميني كيك بالمكسرات. بسم الله على بركة الله. نمشيو المكونات. عندي هنا 2 كيسان ونص ديال دقيق الفرص، عندي هنا نص كاس ديال الزيت، يعني نفس الكاس غنجز بيه المكونات كاملين. نصف كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب حرارة المطبخ، نص كاس ديال السكر سنيدة، عندي 4 البيضات، عندي هنا المكسرات، هنا عندي التمر، الزبيب، قرقاع، لوز مقطعه مطريفات صغيورين. هنا اللي تزين دايره شويه القرقاع وشويه اللوز وشويه الزبيب. هنا عندي 2 خمارات من فئه 8 غرام. دابا الحال سخون شويه غادي نديروها 2 خمارات. وبالنسبه للنكهه اللي كتعطي الكيك رائع جدا وكتعطي واحد اللوغو ما شاء الله هي القرفه وسكنجبير. حتى عندي راس معلقه ديال صغيره ديال سكنجبير، حيت دابا كاين الحال سخون مي الحال بارد كديري حتى نص معلقه ديال سكنجبير. وعندي هنا نص معلقه صغيره ديال القرفه. هاد 2 مكونات كيعطيو الكيك ما شاء الله رائع جدا، كيمشي مع هاد المكسرات. جربوه وردوا عليه الخبر. هادو هما المكونات وندوزو لطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا غادي نوضعو البيض، غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه لتحسين الذوق. هنا غادي نديرو ديك نصف كاس، بما ان حنا دايرين الزبيب ودايرين التمر غادي نقصو من السكر. درت هنا نص كاس. المهم العبار نتوما اللي بغيتو، يعني الكاس اللي مشيتو به في الاول هو اللي غتكملوا به. صافي هنا كنخدمو مزيان هذاك السكر. هنا غادي ندير داك الزيت، نصف كاس ديال الزيت. في هذه المرحله خصني نخدم مزيان هذا البيض والسكر والزيت. هنا غادي نوضع داك الحليب، وهنا راه كيف ما قلت لكم 2 كيسان ونصف ديال الطحين. المهم حنا كنخدمو، حنا غادي نشوف شحال غادي ندخل فيها، لان دائما على حسب حجم البيض وعلى حسب النوعيه ديال الطحين. وهنا بالنسبه للمكسرات كندير واحد شويه ديال الطحين باش ما كينزلش لينا ملي كنديرو ما ينزلش لينا لتحت. ضروري نغلفوه بواحد شويه ديال الطحين.
وغادي نضيف داك السكينجبير والقرفه. هنا غادي نزيد ما تبقى ديال الطحين. هنا كيف ما كتشوفوا كتعطي حتى واحد اللون زوين للكيك، اللون ديال القرفه. وكيف ما كتعرفوا بالنسبه لهذا الكيك ديال المكسرات خصو يكون شويه ثقيل. وصافي هنا بركه. تقريبا هاخذ مني دابا كما قلت لكم 2 كيسان ديال الطحين. وكيف ما كتشوفوا هنا راه دايره قوالب. صافي هذا هو القوام ديالو. وصافي هنا غادي نستعمل ديال لي كلاص، كيعطيني بصراحه عالي.
وهنا كيف ما كتشوفوا تندير لها سلطه صافي ونبقى ندخلها الفران. وهذا هو الشكل النهائي ديال سميتو، كيجيو ما شاء الله كيف ما كتشوف، كيجيو فتيين يعني محمرين، لوغو ولا اروع يعني كيف ما كتشوفوا. وهنا كنبقى ليا واحد شويه ودرتو في واحد الكاس، شوف تبارك الله كيطلعات، وشوف ما كتلصق ما والو الناس، شوف تبارك الله. هانتوما الكاس مدهنتو ما والو، شوف تبارك الله. كما كتشوفوا راه باقا سخونه، وكيجي لوغو ديالها غزال 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 غزال، يعني واحد المذاق ما نقولش لكم. هانتوما كتشوفوا، وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى يا رب يعجبكم، واللي اول مره كيزور القناه ما تنساوش اللايك والاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.